أول دوري في تاريخ الأهلي، بداية الحكاية. الأهلي دايما معروف إنه نادي البطولات، بس لو رجعنا كده بالزمن لأول بطولة دوري في مصر، هنلاقي إن البداية كانت معاه هو، واللي خلى الجماهير من وقتها متأكدة إن الأهلي معمول عشان يكون رقم واحد. قبل الدوري، قبل سنة 1948 ما كانش في حاجة اسمها دوري عام. كانت الكرة في مصر عبارة عن بطولات محلية زي دوري القاهرة وكأس السلطان حسين وكأس مصر اللي بدأ من بدري. لكن اتحاد الكرة وقتها حب يعمل بطولة جديدة تضم كل الفرق في مصر في مسابقة واحدة، وهنا كانت الشرارة. موسم 1948-1949 الأهلي دخل البطولة دي وهو عارف إن مفيش حد هيقدر يوقفه. كان معاه جيل من العظماء زي مختار التتش كمدرب ورمز كبير، وكمان صالح سليم اللي كان لسه في بداياته، ومعاه نجوم كبار زي مصطفى كامل منصور وغيرهم. الفريق من أول جولة مسك الصدارة وما سابش لحد فرصة. التتويج التاريخي، وفي الآخر الأهلي خلص البطولة من غير أي هزيمة، جمع 29 نقطة وكان أقوى هجوم وأقوى دفاع، وكتب اسمه بحروف من ذهب كأول نادي في مصر ياخد بطولة الدوري العام. قيمة البطولة، اللقب ده ما كانش مجرد بطولة عادية، دي كانت بداية أسطورة. من وقتها والأهلي بقى سيد الدوري وأكتر نادي ياخد اللقب على مر التاريخ. الجماهير خدت البطولة دي كأنها وعد إن الأهلي دايما هيفضل في القمة ومش هيسيب الصدارة لحد. الخلاصة، أول دوري سنة 1949 كان بداية القصة الطويلة، قصة الأهلي مع البطولات. من يومها والكل عارف إن الأهلي اتخلق عشان يكون الأول ومفيش غيره في الحتة دي.